السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة في الفيديو ده هنتعلم طريقة عمل الدريم كاتشر، سهلة جدا وبسيطة وطالعة ترندي جدا السنة دي. تعالوا نشوف ايه هي الأدوات اللي احنا هنستخدمها. أول حاجة هستخدم طارة خشب، وكمان هستخدم معاها خيوط قطن. عندي خيط الرفيع عادي، ممكن تستخدمي خيط إليزا، خيط كوتون جولد. والخيط التاني هستخدمه وهو خيط مكرمية سلسلة قطن برضو. اول حاجة بقى هعملها ايه، هبدأ بالخيط المكرمية السلسلة ان انا الفه على الطارة كلها عادي جدا. دي يعني عايزة اقولكم ان دي اصعب او مش اصعب، هي بتاخد وقت كبير في لف الخيط على الطارة، بس بجد صدقوني النهاية بتبقى شكلها حلو جدا. هعمل ايه، هبدأ اجيب الخيط زي ما انتم شايفين كده، هثبت الخيط بالشكل ده كده علشان ما يفكش معايا. فالخيط الطرف الصغير ده انا هشتغل عليه زي ما انتم شايفين كده، تمام. وبعد كده هقول لكم طريقه تلفوا بيها بسرعه، علشان زي ما قلت لكم بتاخد وقت كبير يعني في المرحله دي. بصوا بجيب البقره، بصوا البقره ما بيبقاش فيها هي اللي بلفها بالشكل ده. يعني بصوا البقره ما بسيبش خيط فيها وافضل الف، لا بلف البقره نفسها بالشكل ده على الطار، وابدا بقى ان انا اشد كده علشان ما تتحركش معايا، تمام. فهمتوا الفكره؟ هكمل بقى انا بنفس الشكل ده لحد ما اخلص الطاره كلها لحد النهايه، ونشوف بقى هنخفي الخيط ازاي في النهايه. وهنا وصلت اهو للنهايه، شايفين بقى الخيط جاي من البقره. هبدا ان انا اقصه. انا هنا خلصت الطاره كلها زي ما انتم شايفين كده. ابدا بقى ان انا اقص الخيط بالشكل ده، وهخفيه بطريقة سهلة جدا زي ما بدأت ان انا خفيت الخيط وبشتغل عليه في البداية. هعمل نفس الفكرة، بس هداري الخيط تحت الشغل بإبرة الكروشيه عادي. يعني هجيب إبرة الكروشيه وهبدأ ان انا اشد الخيط تحت الخيوط واقص عادي، ويبقى كده خلاص ثبت عندي الخيط تحت الخيوط زي ما انتم شايفين بالشكل ده. خلاص ثبت الخيط زي ما انتم شايفين. نبدأ بقى نشتغل هنا. بصوا ده كل ده هنضفه. نبدأ بقى نشتغل المفرش اللي احنا هنشده على الطارة. انا هستخدم هنا خيط قطن، بس عندي كان رفيع جدا فهستخدمه على فتلتين. فانتي ممكن تستخدمي الخيط اي خيط عندك، ممكن تستخدمي خيط اليدا قطن، اي خيط عندك تقدري تعملي بيه. اول حاجه هبدا اعمل ايه، هبدا اعمل الدايره السحريه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وبعد كده هطلع بالخيط كده وابدا ارتفع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، تمام. وابدا الف لفتين على الابره وادخل داخل الدايره واعمل عمود بلفتين، واطلع من 2 2 2 بالشكل ده. وبعد كده ارتفع سلسله والف لفتين وادخل تاني اعمل عمود بلفتين واطلع بالشكل ده من 2 2. وبعد كده ارتفع سلسله هنا، بس اشد هنا الدايره السحريه عشان اقدر اتحكم وانا بدخل العواميد بلفتين، تمام. واعمل لفتين تاني وادخل. فبكده السطر ده انا بعمل ايه، بعمل عواميد بلفتين وبين كل عمود وعمود سلسله. فهمتوا الفكره؟ فانا هعمل كام عمود بقى، هعمل 16 عمود بلفتين وبين كل عمود وعمود سلسله لحد ما اخلص لحد نهايه السطر. وبعد كده نشوف هنقفل السطر ازاي. هنا اهو وصلت وعملت 16 عمود. ابدا اشد الدايره السحريه عشان اقفلها كده بالشكل ده. وبعد كده اقفل بقى السطر بتاعي. هاجي اقفل فين، هقفل في السلسلة الرابعة واعمل منزلقة بالشكل ده، تمام. ده اول سطر معايا. تعالوا بقى نشوف هنعمل السطر التاني ازاي. اول حاجة هرتفع 1 2 3 4 5 6. اول 4 دول بمثابة العمود بلفة، وبعد كده السلسلتين دول بين كل عمود وعمود. هلف لفتين على الابرة وهاجي فوق العمود ده في السلسلة بتاعته ادخل عمود بلفتين بالشكل ده واطلع من 2 2 2. ارتفع سلسلتين واعمل لفتين على الابرة وادخل هنا واعمل عمود بلفتين بالشكل ده. يبقى انا كده بعمل ايه،
بعمل عمود بلفتين بين كل عمود وعمود سلسلتين، وبرده هيكون في السطر ده العواميد بتاعتي 16 عمود بلفتين. تمام بالشكل ده. طبعا انا هكمل لحد ما اوصل لنهاية السطر ونرجع نشوف هنعمل ايه. وهنا رجعت اهو، بصوا بقى هنا كده اهو، ارتفع سلسلتين واقفل في السلسلة الرابعة بالشكل ده ونعمل منزلقة. تعالوا بعد كده نشوف السطر التالت هنعمل ايه. بصوا الشكل كده اهو بالشكل ده. هعمل ايه في السطر التالت؟ هبدأ ارتفع سلسلة وفي نفس الغرزة دي هبدأ اشتغل غرزة حشو. تمام، ارتفع 1 2 3 4 5 وهاجي فوق العمود ده في السلسلة بتاعته اعمل غرزة حشو بالشكل ده، وارتفع 1 2 3 4 5 واجي في العمود السلسلة بتاعته واشتغل غرزة حشو. يبقى السطر ده بعمل ايه؟ ببدأ اشتغل 5 سلاسل وفوق كل عمود السلسلة بتاعته غرزة حشو، 5 سلاسل غرزة حشو، 5 سلاسل غرزة حشو لحد نهاية السطر بالشكل ده. هكمل لحد النهاية ونرجع نشوف هنعمل ايه. وهنا خلصت اهو، شايفين شكلها بقى عامل ازاي. في اخر السطر بقى هرتفع 5 سلاسل بالشكل ده، واجي بعد كده شايفين عقدة او غرزة الحشو اللي احنا عملناها في الاول دي هشتغل منزلقة فيها واقفل السطر بتاعي بالشكل ده. شايفين؟ تعالوا بقى نشوف السطر ده، كل ده هيتشد على الطورة هيبقى شكله يبان جدا. تعالوا بقى نشوف، انا عايزة اوصل او عايزة الخيط بتاعي يطلع من نص اللي هو الفراغ اللي هو 5 سلاسل. هعمل ايه؟ بشتغل منزلقة منزلقة لحد ما اوصل للفراغ او للبداية اللي انا عايزة ابدأ منها، فاهمين؟ وبعد كده ارتفع 5 سلاسل شايفين، واول فراغ ده اعمل بيه حشو، وبعد كده ارتفع 5 سلاسل وفي الفراغ ده اعمل حشو، بعد كده ارتفع 5 سلاسل وفي الفراغ اعمل حشو. يعني السطر ده تكرار كده، السطر التالت بالظبط 5 سلاسل وغرزة حشو في الفراغ. تمام، بس ده في الفراغ مش في العمود بتاعي. واكمل بقى لحد اخر السطر لحد ما اوصل لنهاية السطر ونشوف هنعمل ايه. تمام، وهنا اهو وصلت لاخر السطر. شايفين بقى هقفل السطر بقى ده ازاي؟ تعالوا نشوف هنقفل السطر ده ازاي. المفروض ان انا برتفع 5 سلاسل، لا انا هرتفع سلسلتين. بصوا هنا المفروض بقفل السطر، هرتفع سلسلتين 1 وهنا انا ارتفعت هنا سلسلتين، كنت مرتفعه سلسله. وبص بقى هعمل بقى عمود بلفتين في الفراغ ده. شايفين؟ شايفين اول فراغ ده عملت بيه عمود بلفتين، وبعد كده ارتفع 4 سلاسل. تمام، وشايفين بقى العمود بلفتين اللي انا عملته ده هشتغل عليه عمود بلفتين. تمام بالشكل ده، واشتغل كمان عمود بلفتين. يعني هشتغل على العمود اللي انا عملته ده 4 عواميد بلفة بجانب ال4 سلاسل اللي انا ارتفعتهم، يبقى كده 5 عواميد بلفتين مش بلفتين. تمام بالشكل ده. شايفين الفكرة هنا؟ بصوا اهو، شايفين عملت كده الف لفتين واجي. شايفين الفراغ ده؟ الفراغ ده انا اشتغلت فيه، ما ينفعش ادخل فيه تاني. الفراغ ده ناخد بالنا ان احنا بنشتغل في الفراغ ده، يعني انا هسيب الفراغ ده وادخل في الفراغ على طول اللي بعده اعمل عمود بلفتين. وفي العمود بلفتين اللي انا اشتغلته ده هشتغل 4 سلاسل او 5 حسب ما انت عايزة، والف لفتين واشتغل ال4 عواميد بلفتين بتوعي اللي انا عملتهم المرة اللي فاتت. تمام، هتبان الفكرة او هتبان السطر ده معانا لما نكرره هيبان معانا. شايفين انا هنا بعمل ايه؟ 4 بجانب ال4 سلاسل اللي انا ارتفعتهم، كده يبقى 5 عواميد بلفتين. تمام كده اهو.
اعمل عمود بلفتين او الف لفتين على الابره بالشكل ده. شايفين الفراغ ده مش هشتغل فيه لان انا شغاله فيه اصلا، فهدخل في اللي بعديه عمود بلفتين. تمام بالشكل ده. والعمود بلفتين اللي انا اشتغلته اهو ده هو ده اللي هشتغل عليه، ارتفع الاربع سلاسل بتوعي واشتغل عليه تاني 4 عواميد بلفتين. فهمتوا الفكره؟ يعني انا بعد ما بخلص ال4 عواميد بلفتين بروح اعمل لفتين على الابره وادخل في الفراغ اعمل عمود بلفه، والعمود بلفه ده اشتغل عليه تاني 5 عواميد بلفه، برتفع 4 سلاسل واشتغل بقى ال4 بتوعي تاني عشان يبان الشكل معانا اللي انتوا هتشوفوه في الاخر شكله بيبقى حلو قوي. فهمتوا الفكره؟ اهو بصوا بلف لفتين، الفراغ ده طبعا مش هشتغل فيه، بشتغل في الفراغ ده على طول وبعمل عمود بلفتين. العمود بلفتين بقى اللي انا عملته ده في الفراغ هشتغل عليه ال4 عواميد بتوعي زي هنا كده. فاهمين؟ هكمل بقى انا لاخر السطر شوف هنعمل ايه. اهو شايفين شكله بقى عامل ازاي؟ شكله حلو جدا. اقفل بقى بمنزلقة هنا ويبقى كده خلص معايا المفرش اللي انا هشده على الطارة بتاعتي. اهو اجيب الطارة كده، شايفين؟ تعالوا بقى نشوف هنشد المفرش ازاي. هنشده بطريقة سهلة جدا. اول حاجة بقى انا هستخدم ابرة التنظيف في الموضوع ده، وهجيب خيط على فتلتين طبعا لان انا هشد، وابدأ بقى ادخل الخيط. شايفين بقى في الفراغ ده اللي هو سن البتلة بتاعتي هدخله كده. تمام. اربط بقى الخيط كده علشان ما يفكش معايا، اربطه ربطة حلوة. شايفين اهو الخيط جاي من فوق الطارة كده، اروح انا جاية بقى من تحت الطارة وادخل في البتلة اللي بعدها، ادخل في البتلة اللي بعدها على طول من قبل ما اطلع. تمام بالشكل ده اهو، وادخل من تحت الطارة وادخل في البتلة اللي بعدها على طول. بالشكل ده، وافضل بقى اعمل كده لحد بعد كده ابدأ اشد الخيط. اول ما بشد الخيط بيتشد معايا. تمام اهو بدخل كده من تحت، اول ما اشد الخيط هيتشد كله اهو. شايفين؟ وادخل من تحت كده وادخل في البتلة اللي بعدها على طول بالشكل ده. هكمل لاخر كل البتلات كده لحد ما اشد على الطارة، وتعالوا نشوف هنعمل ايه. اهو بصوا انا بقى ببدأ اشد كده بيتشد وبيبان معايا شكل المفرش وبيتشد وبقى شكله حلو قوي. وبس بقى ببدأ ان انا اثبت الخيط بتاعي. تعالوا بقى شوفوا شكل الدريم كاتشر. شكلها حلو، اشتغلت عليها مكرمية عادي جدا، اشتغلت عليها يعني كأن الشغل عادي وانا بشتغل عليه مكرمية. تقدري بقى تشتغلي عليه مكرمية، تشتغلي تنزلي خيوط كده بس، تشتغلي شراشيب بس، اللي انت حباه طبعا. ده كله ده وذوقك. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وعايزاكم تشوفوا كده شكل المكرمية في الاخر عاملة ازاي.